واحدة من أجمد عبثيات الماما أفريكا النهاردة وإحنا بنتفرج على رئيس الاتحاد وهو مضيع من وقتنا ساعتين مش عارفين هو بيقول إيه ومستنيين القرار التاريخي بإن هو يزود عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا. وفي النهاية إيه اللي حصل؟ الراجل ولا أكد ولا نفى ولا قال هتحصل إمتى، قال لك رفعناها للجنة العليا. طب اللجنة العليا دي هتجتمع إمتى؟ محدش عارف. طب القرار هيتاخد إمتى؟ محدش عارف. هو بغض النظر يعني عن العبث ده، أنا عندي كلمتين في البداية كده حابب أتكلم فيهم بخصوص الموضوع اللي داير ده قبل ما اخش بقى في ماذا ينقص الزمالك او ايه اللي يحتاجه المدير الفني الجديد. صديقي الاهلاوي، انت بتقول ان المعلنين هم اللي عايزين الاهلي يشارك في البطوله، وان المعلنين هم اللي واخدين القرار، وان البطوله ما ينفعش تتلعب بدون الاهلي. بص، انت جامد، انت جامد، اقسم بالله انت جامد، واكيد البطوله هتخسرك، يعني اكيد يعني حاجه زي كده مفيش ان احنا نجادل فيها بعضينا. انت جامد وخلينا معترفين بان انت جامد، ولكن الكلام ده اصلا مش في صالحك، هجيلك كمان شويه في الحته دي. ولكن صديقي، انت عندك في دوري ابطال اوروبا الريال عادي جدا لو طلع مركز خامس في الدوري الاسباني مش هيشارك، برشلونه كذلك. عندك ميلان واحد من اعظم الانديه اللي في دوري ابطال اوروبا، فاز بالبطوله 7 مرات، بقاله تقريبا اخر 15 سنه مش مشارك غير مرتين ولا 3. ومفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. يعني المعلنين ما دبدبوش رجلهم على الارض وقالوا لا مش هنلعب البطوله بدون ميلان. الريال وهو بيخسر من اياكس وبيخسر من موناكو وبيخرج من دور المجموعات احيانا وبيخرج من دور ال 16 احيانا، المعلنين مش بيدبدبوا رجليهم على الارض. فده حاجه وامر طبيعي جدا ان هو يحصل في كره القدم الطبيعيه. ولكن اصلا الكلام ده بقى مش في صالحك مبدئيا، يعني اللي انت بتقوله ده مش في صالحك نهائيا. ما انا ممكن اخدها في سكه تانية ومش هاخدها في السكه دي، يعني انا مش مقتنع بالكلام ده، ولكن انا ممكن اخدها في سكه تانية. طب ما انت واخد دوري الابطال بسبب المعلنين. انت لما بتتجامل تحكيميا في دوري الابطال بسبب المعلنين، هل في مجامله للاهلي تحكيميه في دوري الابطال؟ اكيد في، واكيد برضو اتظلمت، يعني عادي، ليك ما ليك وعليك ما عليك والكلام ده كله. ولكن ممكن ناخدها في السكه دي ان المعلنين هي اللي بتفضلك على بقيه الانديه وبتحطك في ان انت تاخد البطوله كل سنه او ان انت اجمد فريق في البطوله، وده كلام مش صح، كلام غلط اطلاقا. انت اتظلمت قبل كده لما تلعب نهائي دوري ابطال افريقيا مره واحده او من مباراه واحده واتلعبت ساعتها في المغرب وخسرت من الوداد 2-0. ساعتها كلنا قلنا ان انت اتظلمت. فما تقولش كلام عشان ممكن يتاخد عليك بصوره تانية او ممكن يتقال عليك بكلام تاني او ان انت الايه تتقلب عليك، فده مبدئيا غلط. انا مع القرار جدا بزياده عدد الانديه، ومصر والمغرب وتونس والجزائر وجنوب افريقيا وحتى هتزود الكونغو، كل دول مظلومين. عيب قوي ان يبقى في 2 من مصر و2 من تونس و2 من الجزائر. حتى البطوله ما بقاش ليها طعم، البطوله ما بقتش قويه زي الاول. يعني الاول كان في 6 7 انديه كلهم جامدين، كلهم جامدين، دلوقتي الجامدين هم 2 3. فانا معاك ان انت البطوله دي يزيد عددها، بس يعني منطقي او من العدل ان هو مش من السنه دي. يعني انت الاتحاد الافريقي نفسه اللي انت بتطالب ان هو ياخد القرار دلوقتي في البطوله اللي جايه دي اللي هي كمان شهر، لسه واخد قرار من سنتين بان افريقيا تتلعب كل 4 سنين. وخد القرار بقى ازاي؟ يعني خد القرار في 2025 مع انتهاء بطوله افريقيا، مع انتهاء بطوله افريقيا قال لك النسخه اللي بعد اللي جايه هي دي اللي هتتلعب كل 4 سنين. يعني اللي جايه دي اللي هي 2027 كل سنتين، اللي بعدها بقى 2031. ما خدهاش على طول في اللي هو اللي جاي على طول، ما نهاش البطوله وقال لك ان بطوله افريقيا اللي جايه هتتلعب كمان 4 سنين. ما ينفعش. حتى الاتحاد الدولي لما خد قرار بزياده عدد المنتخبات المشاركه في كاس العالم خدها من 6 7 سنين او من 8 سنين. ما بيصحوش من النوم هم يقول لك لا خلاص، ما لو على كده ما هي ايطاليا مش بتشارك من 2014 تقريبا، وايطاليا من عمالقه كره القدم. فكان عادي جدا ان الاتحاد الدولي يقول لك لا عشان خاطر ايطاليا فاحنا نعمل الاستثناء ده من السنه اللي جايه. هو اي نعم زودوا العدد وايطاليا لسه ما راحتش، ولكن هم خدوا القرار قبلها بفتره. حتى في دوري ابطال اوروبا الاتحاد الاوروبي عمل ايه؟ قال لك البطوله هتتغير من السنه اللي بعد اللي جايه، مش من السنه اللي جايه او مش من الشهر اللي جاي. فاللي انت بتطلبه هو صح في ان انت تزود عدد الانديه، ولكن هو غلط في التوقيت وغير عادل تماما للانديه اللي راحت والانديه اللي حاربت ان هي توصل لدوري ابطال افريقيا. كان ممكن نادي زي السيراميكا مثلا لو الموضوع دوت كان من سنه كان يحارب للنهايه. في تونس
والمغرب والجزائر وفي كل الدول اللي هيزيد عددها، كان ممكن قوي المركز الرابع يحارب لحد اخر لحظه عشان يوصل لدوري الابطال ويبقى مركز ثالث. فاللي انت بتطلبه صح ولكن توقيته غلط. انا عموما بتمنى ان القرار ده يتطبق، ولكن من السنه اللي جايه او من السنه اللي بعد اللي جايه، او قول لي كمان 3 سنين هنزود البطوله. ولكن من الباب للطق كده احنا صحينا من النوم عايزين نطبق البطوله وقاعدين بنخلق اعذار، اصل المعلنين، اصل مش عارف مين، اصل مش عارف ايه. لا مش حلوه، مش حلوه خالص، والدنيا ما تمشيش. انت بتتكلم في زياده عدد انديه، وبتتكلم على نظام بطوله هيختلف تماما، وبتتكلم على ان الادوار الاقصائيه هتختلف. وبس عموما يعني ده كلام كنت حابب اقوله في البدايه. وتعالى نتكلم دلوقتي على الزمالك. الزمالك دلوقتي خلاص متبقي له قضيتين فقط لا غير، ابراهيم انداي والنادي بتاع اخوان بيزيرا، وخلاص ان شاء الله الموضوع ده يخلص والزمالك يتفك له القيد. واتمنى يبقى في استئناف على قرار ايقاف القيد ده، واتمنى ان احنا نعرف نجيب صفقات. الزمالك مش هينفع يخش الموسم الجديد باللعيبه دي. اللعيبه دي ممكن بقى توصل لبعيد في دوري الابطال على فكره، لو المدرب او النادي قرر ان هو يبيع الدوري من بدايته. انا مش عايز الدوري، ركز لي في دوري الابطال، ريح لي اللعيبه كلها، هي كلها 8 9 10 ماتشات نلعبهم بالسكواد الكامل والسكواد القوي، اخد البطوله وقتها. ولكن احنا عارفين ان ده مش هيحصل، فاتمنى من كل قلبي ان الموضوع ده يتحل، مع ان هو في صعوبه بالغه في حاجه زي كده. ولكن تعال نتكلم على المدرب لحد دلوقتي اللي في اختلاف دلوقتي، اصل هو ما تمش الاعلان عنه لان الخبر اتسرب، وان القناه قالته قبل التطبيق، والتطبيق زعلان من القناه. يا جدعان ما تقرفوناش بقى، يا جدعان عايزين نبدا معسكر اعداد، عايزين المدرب يشوف اللعيبه، ما تخنقوناش بقى. اداره الزمالك انتوا تعبتونا، يعني احنا مستحملينكم بالعافيه، فنعلن المدرب بسرعه ونخلص من الحوار ده، عشان خاطر بجد المدرب كويس، المدرب مش وحش، انا متفائل بيه جدا. مدرب ينقصه بعض الحاجات بس اللي لو توفرت له ممكن بسكواد الزمالك الحالي يقدر ان هو يعمل حاجه في دوري الابطال، لان هو مدرب من ضمن مميزاته ان هو بيلعب الادوار الاقصائيه. يعني هو فاز بكاس السعوديه وكاس الامارات ووصل فاينل اكتر من مره، فمدرب بيجيد اللعب في الاقصائيات. ولكن المدرب ده محتاج حاجتين فقط لا غير. اولا محلل اداء قوي جدا يقدر ان هو يساعده في اللعب وفي الطريقه، وان هو يعرف مميزات اللعيبه وعيوبها، ويساعده في ان هو يقرا الخصم. مصر لما وصلت لدور ال 16 في كاس العالم كان واحد من اهم العوامل هو محلل الاداء. فمحلل الاداء هو امر ضروري جدا للمدرب ده عشان خاطر ينجح او يحقق نجاحات مع الزمالك السنه اللي جايه. ثانيا المدرب دوت عاوز معد لياقه بدنيه قوي جدا 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 جدا، يقدر يتعامل مع اللعيبه دي وما تحصلكش اصابات. مدرب يقدر ينزل دهون بعض اللعيبه، يعني احمد ربيع كان بدهون، محمد ابراهيم كان بدهون برضه في نهايه السنه اللي فاتت. عندنا لعيبه ممكن شباب نعتمد عليهم، ولكن عايزين نحافظ على السكواد. خلاص احنا معانا عكازين هنسند بيهم السنه اللي جايه، فجيبوا معد بدني قوي عشان خاطر الاصابات العضليه ما تحصلش كتير. محلل الاداء مع المعد البدني هم امرين مهمين جدا 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 في الزمالك مع الطبيب اكيد. فوفر للمدرب الثلاثه دول، محلل اداء، معد بدني، دكتور قوي، ساعتها ممكن تلاقي حاجه محترمه من المدرب ومن اللعيبه. ومفيش غنى ان انت تدي فلوس للعيبه. ما ينفعش يا جماعه، انت يعني نخش الموسم الجديد اللعيبه مش واخده الاخر 50% من الموسم اللي فات، وما خدتش مكافآت الدوري بتاعت السنه اللي فاتت. فما ينفعش والله، ما ينفع، يعني عيب كبير قوي. اتمنى رجال الاعمال اللي هم قاعدين يطلعوا ويقولوا هنصرف وهندفع مش عارف ايه، يعني ممكن كلنا نتكاتف كده ونجمع 25% من مقدمات العقود بتاعت اللعيبه ونديها لهم، وكمان شهرين تجمعوا 25% تاني وتديها لهم، على ما نشوف حوار شركه الكوره ده، لان هو محتاج له قعده ومحتاج فيديو تاني لوحده. لو كان كل راجل اعمال واعد ان هو يجيب صفقتين 3 يساعد بيهم الفريق، ممكن بالصفقات دي تديها للاداره او تديها لجون ادوارد، وجون ادوارد يدي للعيبه دي فلوسها، يدي مرتباتهم، ويبقى امر طبيعي ومنطقي. على الاقل ادوا فرصه لجماهير الزمالك انها تحاسب اللعيبه. لكن انا هحاسب اللعيبه ازاي وهو ما بيقبضش؟ هحاسب اللعيبه ازاي وهي مش بتاخد فلوسها؟ هحاسب اللعيبه ازاي وهم عليهم اقساط وديون ومشاكل المفروض ان هي ما تحصلش اللاعب كوره بيلعب في الزمالك؟ فمعلش مجلس الاداره زقوا معانا الدنيا دي وتنازلوا عن مشاكلكم شويه، وحلوا موضوع شركه الكوره اللي هقول لك رايي فيه في فيديو لوحده. وعموما في النهايه يعني ما تنساش تعمل لايك للفيديو دوت، وتشترك في القناه انت مش مشترك، فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. كل اكونتات السوشيال ميديا في الديسكربشن تقدر تروح تتابعنا عليها. وبس كده، سلام.